انا مش عارف ده حرام ولا حلال اللي انا هعمله مع العميل دوت، بس انا مش هسلمه الا لما يدفع لي الفلوس كلها كامله. طب اللي حصل مع العميل ده ايه؟ العميل ده بعت لي البوتاجاز دوت، وانا فتحت البوتاجاز وصورته وعملت معاينه للبوتاجاز وعرفت ايه اللي بايظ فيه. بعت له قلت له الجهاز حضرتك هيتكلف قد كده، ايه اللي هيتغير؟ قلت له الاشعال الذاتي هيتغير والسوف الحراري وهيتعمل فيه صيانه وهيتعمل فيه نظافه. طيب ده بكام؟ قلت له على سعرهم. قال لي مفيش مشكله، اشتغل وتوكل على الله. فخدت الجهاز كام فيديو قبل وبعد عشان اوري العميل برده اللي اتغير جوه، عشان انا هودي له الجهاز متسرتش ومتقفل خالص. العميل ما عندوش اي مشكله وما عندوش اي اعتراض. اشتغلنا على الجهاز لغايه ما خلصنا الجهاز ده خالص وخلينا الجهاز نمبر 1. اكلم العميل اقول له يا فندم ابعت لي الفلوس. طبعا انا ما كنتش واخد منه ديبوزيت خالص. اقول له يا فندم ابعت لي الفلوس. قال لي لا لا انا مش هينفع الفلوس ده ادفعها. قلت له ازاي يعني مش هينفع؟ قال لي زي ما بقول لك كده مش هينفع ادفع الفلوس ديت. فدخلت نقاش مع العميل اللي هو لازم يدفع. انا مش هسلمك الجهاز ده لما تدفع فلوسه زي ما اتفقنا بالظبط، زي ما انت قلت لي اشتغل. قال لي خلاص هدفع لك جزء، وبعد ما يشتغل واجربه اسبوع ولا حاجه يكون جالي فلوس ادفع لك الجزء الثاني. قلت له يا فندم حضرتك لو كنت اتفقت معايا على كده من البدايه كنت هقول لك يناسبني او ما يناسبنيش. قال لي خلاص هو ده اللي ينفع وانا جاي اخد جهاز. قلت له خلاص يا فندم مفيش اجهزه هتخرج من عندي غير لما تدفع الفلوس، فما تحطنيش قدام امر واقع اللي انا اخلص الجهاز وابعت لك فيديو للجهاز وهو مسرتش ومتجرب ونار وكل حاجه، وبعد كده تقول لي لا هو ده اللي معايا. طبعا الكلام ده ما ينفعش معايا خالص. انا مستنيك تجيب لي الفلوس وتيجي تستلم جهازك، غير كده مش هينفع اسلمك اجهزه خالص. لو انت اتفقت معايا من البدايه ان انت معكش فلوس انا كان الحق اللي انا اوافق او ارفض. فانا بقى كمان هطلع اعمل الفيديو دوت واسيبه لك والناس هي اللي تحكم بينا اسلمك الجهاز ولا لا.